بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاكم دكتور أيمن مرسي، استشاري طب الأسرة. موضوع الصراحة مهم بنقابله شبه يوميا في عيادتنا. موضوع ارتجاع المريء عند الرضع، الجيرد ان انفانتس بصفة عامة، من المواضيع المهمة جدا. هنتكلم عليه إن شاء الله في دقايق بسيطة. أول حاجة، أهم حاجة في العيادة تعملها من الهيستوري، إنك لازم تتأكد إن دوت فيسيولوجيكال ولا باثولوجيكال جيرد. تمام، هل هو قشط بسيط بالبلدي كده او بالعاميه، ان الطفل بيقشط او بيرجع ترجيع خفيف على كلام الام. تمام، ولا الموضوع باثولوجيكال؟ طب هنعرف ازاي؟ اول حاجه احنا عندنا بالنسبه للجيرد، اتفقنا التسجيل بتاعنا ان شاء الله هيكون تسجيل قصير. يعني عندنا الفسيولوجيكال والباثولوجيكال. الفسيولوجيكال ده عاده بيكون من اول 6 شهور لسنه، مش بيأثر على نمو الطفل ولا وزنه. دي اهم جمله في التسجيل. مش بيأثر على نمو الطفل ولا وزنه. الطفل بيزيد، طفل هيلسي زي الفل، مية مية، بس مشكلته ان بيرجع زيادة شوية. ما عنديش ريد فلاكس، زي ما هنشوف ايه هي الريد فلاكس. تمام، وده مش محتاج اي ميديكيشنز. طفل بيزيد وزي الفل ومية مية، بس عنده شوية ترجيع شوية. هنتكلم طبعا في اخر الفويس بنتعامل معاه، او الفيديو هنتكلم معاه او نتعامل معاه ازاي بالظبط. تمام، عندي بقى باثولوجيكال دوت اللي بيخوفني، ان هو طفل عمال بيرجع كتير لدرجة ان هو دخل في مرحلة failure to thrive. الطفل مبقاش يكبر، الطفل وزنه ثابت او مع الوقت وزنه بيبتدي يقل. هو ده المشكلة الرئيسية عندي، ودوت اللي لازم هتدخل معاه زي ما بنشوف. يبقى اذا الجرد اهم الاعراض اللي عنده ان الطفل بيبتدي يرجع زيادة، بيبتدي يقشط زياده. طبعا هنتكلم دلوقتي على الديفرنشال دايجنوز. هو كل طفل بيرجع بيبقى جيرد؟ في بعض الحالات الامرجنسي زي ما هنشوف مثلا بايوريك ستينوز، هقول لك في الديفرنشال دايجنوز، بس انتظر معايا دقيقه. تمام، معلومه تانية مهمه عاوزك تعرفها، ان مش بس الطفل بيرجع كتير او بيقشط كتير. على اساتذتنا زمان بتوع الاطفال علمونا، اي طفل جاي لك العياده رافض الرضاعه فكر في جيرد. اي طفل جاي لك العياده فجاه كان بيرضع زي الفل ومية مية، فجاه بقى رافض الرضاعه تمام، طبعا استبعدت الانفكشن واستبعدت اي عرض تاني موجود، هو مشكلته بس فجاه بقى رافض الرضاعه. الطفل يا جماعه اللي عنده 6 و7 شهور ده مش هيقول لك انا عندي حموضه ولا عندي حرقان ولا حاسس الحاجه واقفه لي هنا، ومش هقول لك على صدره زي الادلت او الاطفال الكبار شويه، لا. الطفل لما بيجيله الاحساس دوت مع الوقت بيربط الشعور ده بالرضاعه، مع الوقت بيرفض الرضاعه. تمام، فعشان كده فكر في الحالات اللي زي ديت بعد استبعاد الأسباب الأخرى، فكر في جرد لما تلاقي طفل فجأة بقى رافض الرضاعة بعد ما كان بيرضع كويس. يبقى إذا الكلينيكال فيتشرز بتاعتي إن في ممكن إن الطفل بيرجع زيادة. تمام، ممكن الطفل رافض الرضاعة، ممكن الطفل مش رافض بس يبتدي شهيته تقل بدون سبب واضح بالنسبة لي، وبالتالي ممكن وزنه يقل مع الوقت وما يكبرش زي ما بنقول. الطفل بيقعد يعيط او يزن كتير بعد الرضاعة، دي علامة من العلامات برضو. الطفل دايما عنده abdominal distension وانتفاخ في بطنه، ده علامة من العلامات. الطفل بيرجع او بيقشط كتير زي ما احنا بنقول. كل الحاجات ديت لازم تفكر فيها. طبعا لما الموضوع بيزيد عند بعض الاطفال بيعمل لي مشاكل في الشيست، ممكن يعمل لي كرونيك كاف، ممكن يعمل لي هورسنس، ممكن يعمل لي ويزنج. تمام، وخصوصا لو حصل اسبيريشن، ان الطفل بيقعد يرجع مع الوقت ممكن يشرق، فجزء منها من اللبن دوت يتسرب الى الرئة بتاعة الطفل، فتعمل له كرونيك كاف او هورسنسنس او ويزنج. كل دوت وارد يحصل معايا، بيكون سببه الرئيسي بدأ بجرد. الريد فلاكس عشان ما اطولش عليكم، اي طفل جايلك ببايلس فوميتنج لازم تستبعد الاسباب الامرجنسي. تمام كده، يعني الطفل بيرجع ترجيع لونه اخضر، معنى كده ان في بايل او في صفرة في الترجيع. تمام كده، ده عادة بيدل على obstruction او انسداد حصل بعد الديودينم. تمام، فاي طفل راجع بيرجع الترجيع بالصفة اللي احنا ذكرناها دوت لازم نستبعد surgical emergency الى ان يثبت العكس، سواء بقى من روتيشن spinal obstruction او ما شابه. دي تبقى حاله ايمرجنسي بالنسبه لي، ده كديفريشن دايجنوزس، مش كل حاجه جيرد بالنسبه لي. رقم اتنين، لو في ترجيع اندفاعي وخصوصا في الاطفال في اول اسابيع من اعمارها، وخصوصا الميلز، خصوصا لما يكون اول ميل مولود في الاسره، زي ما اتكلمنا قبل كده في موضوع في كورس علاج الاطفال الشامل بايلوريك ستينوزس،
بيكون بروجكتايل فوميتنج اندفاعي، يعني ممكن يغرق اللي قدامه الناحيه التانية. تمام، ده طبعا لازم استبعد بايلوريك ستينوزس، وطبعا عن طريق تحويل الطفل، وان الطفل بيعمل الترا ساوند، وده بالنسبه لي عاده بيكون دايجنوستيك يعني. الريد فلاجز التالتة معايا برضو ان يكون في هيماتيمسز، في دم بينزل في براز الطفل، او سيفير ابدومينال ديستنشن. سيفير، مش بنتكلم ديستنشن، ديستنشن في السن دوت شائع جدا. تمام. recurrent pneumonia، severe aspiration signs، كل دي علامة من علامات الريد فلاجز. وطبعا لو معاه فيفر مع ترجيع لازم طبعا افكر في اسباب تانية، لان الجرد طبيعي عادة، مش طبعا مش حالة انفكشن، وحالة مش من ضمن الحالات اللي بيجي معاها فيفر. تمام. الدياجنوزس كلينيكال بصورة رئيسية. الكلينيكال دياجنوزس بصورة رئيسية، وبنشوف الهيستوري، لازم نستبعد عوامل سواء كاو ميلك الرجي او الصويا بصفة عامة. تمام، لو في تحسس من الصويا بتعرف الكلام ده عن طريق الهيستوري. تمام. وفي هيلث اديوكيشن زي ما احنا هنشوف، لو ما عنديش اي علامة من علامات الريد فلاجز، تمام كده بنبدأ بهيلث اديوكيشن زي ما هنشوف الخطوات اللي ما فيهاش ميديكيشنز. ولو ما فيش تحسن كافي بنحول الحالة، لان بعض الحالات بتحتاج ان هي تعمل منظار. تمام. فخلينا نبدأ بالمانجمنت عشان ما اطولش عليكم. المانجمنت دوت بالظبط واخدينه من اب تو ديت عشان برضو يبقى معلوماتنا موثقة زي ما احنا اتفقنا. في حاجات اللي هي نون فارماكولوجيكال، اللي هي مش محتاج ميديكيشن فيها. تمام. ديت بنبدأ بيها بالهيلث education. اول حاجة بالنسبة للطفل بنقول للأم خلي بالك ان ابن حضرتك ساعات، بس دي بنقولها دي مش اب ده كلامنا احنا، ان ابن حضرتك بيكون بيدلدق مش بيرجع. في امهات عماله ترضع الطفل كل نص ساعه، كل ساعه، كل ساعه الا ربع، فالطفل طبعا معدته ما تستوعبش كل كميه الملك ديت، فالطفل بياخد اللي هو عاوزه والباقي بيرجعه. فاول حاجه من فضلك ظبطي الرضاعه طبقا لاب تو ديت. الرضاعه بتبقى كل 8 كل ساعتين ل3 ساعات، يعني 8 ل 12 رضعه في اليوم. فمن فضلك ظبطي الرضاعه. الطفل بيزن بيعيط مفيش مشكله. والله قبل الموضوع ده احنا مش هنظبط الساعة بالملي، يعني قبلها بربع ساعة مفيش مشكلة، اكتر من 3 ساعات بربع ساعة مفيش مشكلة، في الافريج ده ما عندناش مشكلة. لكن طبعا مش كل 4 ساعات ولا كل ساعة. تمام. ده رقم واحد، وده كلمة السر الصراحة. تظبيط الرضاعة ده معظم بيحل 90% من المشاكل عند الحالات. ليه؟ لان هي بتبقى معظمها اوفر فيدنج. تمام. والبريست فيدنج ده كلام اب تو ديت بقى، بريفيرد اوفر فورمولا فيدنج. الدراسات وجدت طبقا لاب تو ديت ان الاطفال اللي بترضع طبيعي هي اقل عرضة، او ان يحدث لها الجرد اقل بكتير من الاطفال اللي بترضع صناعي او بتاخد فورمولا. رقم اتنين زي ما احنا ذكرنا، تنظيم الرضاعة تبقى رضعات قليلة ومتكررة كل ساعتين ل3 ساعات. رقم تلاتة ان احنا بنساعد الطفل على التجشؤ بعد كل رضعة، بنسميها بالمصري او بالعربي ان هي بتكرعه، سوري، بتقعد تخبط على ظهر الطفل لحد ما تطلع الهواء الزايد عنده. ده بيحسن جدا الاعراض. يفضل تقنيع الطفل كل 3 ل5 دقايق خلال الرضعة، يعني حتى مش بعد الرضاعة بس، اثناء الرضعات كمان. تمام. ممنوع التدخين تماما في البيت. الدراسات وجدت ان الطفل موجود في بيئة فيها مدخنين ده بيزيد من فرص حدوث الجرد، لانه بيعمل ارتخاء في الصمام بتاع المريء، فبيزود الفرص حدوث الجرد عند الأطفال. بمناسبة عند الأدلت، بس أنا دلوقتي بتكلم على الرضع. تمام. النوم على مرتبة تكون فلات زي ما احنا كاتبين، بدون مخدات أو ارتفاعات. أحيانا بعض الدكاترة بتجتهد بترفع المخدة سنة. في مخدة للرضع طبعا، مش المخدة اللي بنحمل عليه ده طفل رضيع عنده كام شهر، فساعات اجتهادا كده، بس اوتو ديت بيقولك لأ، واحنا ساعات عمليا بنرفع سنة، ده اجتهاد من عندنا، لكن الجايد لاينز بيقولك ما ترفعش المخدة ولا حاجة. النوم على البطن أو الجنب غير آمن، تجنبا طبعا لموضوع sudden infant death syndrome. الطفل مش بيعرف يتقلب، فطبعا ممنوع ان احنا ننيمه على بطنه. تمام. او على جنبه، لان جنبه ممكن يروح مقلوب على بطنه لا قدر الله، يحصل له اختناق، ان هو يبقى في حاجة مثلا كاتمة نفسه والطفل مش قادر يتحكم انه يعدل نفسه او يشيلها، فطبعا ده خطر جدا جدا جدا. تمام. الابرايت بوزيشن افتر فيدنج، ان الطفل نفضل شايلينه، الام تفضل شايلاه على كتفها من 20 30 دقيقة. ده بيقلل الضغط على المعدة، وبيسارع
او بيساعد في تسريع افراغ المعدة. تمام. فده بيحسن جدا برضو من موضوع اعراض الجيرد. تمام. بنستخدم حاجات بنسميها سيكرز، او ان احنا بنزود من كثافة الرضعة. تمام، من كثافة الرضعة في بعض انواع الفورمولا. الاي ار بصفة عامة بيبقى فيها الموضوع دوت، ان هي اصلا بيبقى فيها حاطين طبعا اب تو ديت بيحذر من موضوع ان هي تكون مكثفة بالرز وكده، عشان موضوع الزرنيخ وتسمم الزرنيخ. ده كلام اب تو ديت يعني. ولكن بعض الفورمولا هي بتبقى المنتجات اللي بتبقى اي ار بصفة عامة، هي بتبقى ضايفة حاجات بقى، سواء من القوط اللي هو الشوفان او ما شابه، ان هي بتزود من كثافة الرضعة، فبالتالي فرص ارتجاعها، لان اللبن بطبيعته بيبقى خفيف. فلما يكون في كثافة شوية دوت بيحسن جدا من موضوع الجرد عند الأطفال، إن اللبن يرجع تاني، فبيحسن جدا من الأعراض. وبيقولك انتبه، عشان لما انت بتزود كثافة الملك دوت بيكون فيه كالوريز عالية طبعا، فبيقولك انتبه عشان ما يزودش من وزن الطفل. تابع وزن الطفل، بدل احنا مش عاوزين برضو فيلير تو ثرايف، ولا عاوزين اوفر ويت الطفل يبقى وزنه زيادة يعني. تمام. وشوف الهيستوري بتاع الكاو ميلك. وطبعا مش احنا هنخش فيها في الحالة دي، تحول لدكتور أطفال. بعض الحالات هتحتاج إن هي تستبعد الكاو ميلك بروتين ألرجي، وساعات بنوقف بقى منتجات الألبان عند الأم، بتبقى قصة طبيب كبيرة. فلو حضرتك مش طبيب أطفال، حول الحالة بحيث تتابع مع دكتور الأطفال. تمام، عشان يستبعد الكاوز ميلك بروتين ألرجي. تمام. دي كانت أهم الحاجات الصراحة في الهيلث education، عشان ما اطولش عليكم. اخر حاجه هختم بيها موضوع الميديكيشنز، في حاله يا دكتور ان الطفل باثولوجيكال، او في حاله ان الطفل عملنا كل الهيلث education ده ومفيش التحسن الكافي، الموضوع حرفيا بيوصل عند بعض الاطفال انهم بيرجعوا 15 و20 مره يوميا. يعني مع الرضاعه، يعني بيرجع ساعات اكتر من عدد الرضعات اللي رضعها. مش هنقول ان هو ما استفادش حاجه من الرضاعه، لان هو اكيد مش بيرجع بنسبه 100%. ولكن في حالة ان احنا مفيش تحسن مع الهيلث education، او ان الحالة باثولوجيكال، طبعا باثولوجيكال دي بيتم تحويلها، الميديكيشنز اللي موجودة في اب تو ديت هو بيريكومند ان احنا نبدأ ببروتون بامب انهبيتور. واشهر جروب احنا بنشتغل بيه هو الاوميبرازول، او الاسموبرازول اللي هو النكسيوم. طبعا النكسيوم هو المور كومن، هو في رأيي المتواضع ان هو الاكثر او الاقوى في الفعاليه بتاعته، الافيكاسي بتاعه ممتاز جدا. الساشت المعروفه نيكسيوم. طبعا احنا بالنسبه للرضع بنستخدم الساشت او الاكياس. الاوميبرازول مشكلته في كتير من دول الوطن العربي ما فيهوش ساشيتس، ما فيهوش اكياس. فاجتهادا من بعض الاطباء والامهات بيجيبوا الكبسوله وبيفرغوا محتواها. وطبعا هنا في جدل حوالين الافيكاسي بتاعه العلاج ده، لان هو معمول ان هو يشتغل 24 ساعه. هل لما بفرغه داخل الكبسوله بيغطي معايا المده المطلوبه ولا لا؟ فمش هدخل صراحه في الجدل دوت. فاحنا خلينا افضل في الساشيتس. خليك يا جماعه، خلينا في الحاجات اللي هي الاكياس المجهزه ان الطفل يستخدمها بدون بين قوسين افتكاسات يعني. فالنكسيوم ساشيت جاهز. فطبعا هو اغلى شويه الصراحه، بس هو بالنسبه لي هيقضي الغرض كويس جدا في الحاله دي. الجرعه بتبقى نص ليه 1 مللي جرام بر كي جي بير داي. يعني ايه؟ يعني لو الطفل مثلا وزنه 8 كيلو، تمام، فهو ياخد من 4. لو ضربت 8 في نص هيديك 4 مللي جرام، او لو ضربت 1 مللي جرام يبقى 8 مللي جرام. عادة في المتوسط الطفل دوت هيجيب نيكسيوم اللي هو تركيز 10 مللي جرام، وياخد من نص لتلات ارباع الكيس. طب يا دكتور هزود واقلل بناء على ايه؟ امتى احسب على نص مللي جرام بر كي جي بير داي، وامتى 1 مللي جرام؟ اقول لك حسب السيفيرتي وحسب الاستجابة. يعني لو الطفل مش مستجيب على نص مللي جرام، تمام، اديله تركيز 1 مللي جرام. بس القاعدة عندنا دايما ببدأ بالجرعة الايه الأقل. تمام. بيتاخد لمدة 4 ل8 أسابيع. بيتاخد 4 ل8 أسابيع، وبتابع الحياة. بتاخد مرة واحدة في اليوم، وبنتابع بنشوف الأعراض ايه. أحيانا ممكن يسبب ضيارية، ممكن يسبب irritability، ممكن يزود ريسك اوف انفكشن عند بعض الأطفال. تمام. ممكن يعمل حاجة لو وقف مرة واحدة اسمها ريباوند اسيد هايبر سكريشن. عشان كده سواء في الادلت او في الاطفال يا جماعة، البروتون بامب انهبيتور لو استخدمناها لمدة اطول من 4 اسابيع ل8 اسابيع، يفضل ان احنا نوقفها بالتدريج. يعني مثلا 5 ايام نص الجرعة الحالية، 5 ايام نص الجرعة الحالية، يوم او يوم لا، 5 ايام تانيين مثلا
نص الجرعة الحالية كل 3 أيام. بعد كده بنوقف العلاج تجنبا لريباوند أسيد هايبر سكريشن. تمام. ال H2 بلوكر موجودة برضو في المراجع، بس الصراحة عمليا مش بنشتغل بيها، اللي هي فاموتيدين وأخواتها، بس أنا برضو كاتبها لك عندك. لو عاوزين يا جماعة البي دي اف دوت بتاع الحتة الخاصة بالجرد، هحط لكم رقم للواتساب. سواء تستفسر عن الكورسات او حتى عاوز بس بي دي اف من غير استفسار عن الكورسات، تواصل على الرقم دوت، اطلب منه البي دي اف دوت ان شاء الله يبعته لك. اخر حاجه هنختم بيها اللي هو الانتاسيد الجافيسيكون. الجافيسيكون يا جماعه الادفانس اللي موجود ده بتاع الادلت، تمام، مش بتاع الرضع. بتاع الرضع جافيسيكون انفانت، تمام. الكونتنتس بتاعت هنا غير الكونتنتس بتاعت هنا، تمام. لان الانتاسيد اللي هو جافيسكون ادفانس فيه الومنيوم، تمام. الجافيسكون انفانت ما فيهوش الومنيوم، فبالتالي دوت هيكون مناسب ومور سيف بعيد عن المشاكل تماما للرضع. كاتب لك الجرعه بتاعته، تمام. اللي هي الجرعه بتبقى من نص الكيس للكيس كامل بعد كل رضعه، تمام. وعادة برضو بنبدأ بنص كيس، تمام. وزي ما احنا كاتبين بيعمل زي حاجز كده رغوي، بيقلل من موضوع ارتجاع الحمض، ومش بنستخدمه مع بروتون بامب انهبيتور ولا اتش بلوكر. يستخدم فقط في الحالات البسيطة، وساعات بعض الزملاء بتبدأ بيه قبل بروتون بامب انهبيتور. اتمنى يا رب يكون انا قللت طبعا، احنا شارحين الموضوع بالتفاصيل اكتر في الاطفال الشامل، يعني استفدنا اكتر في البوينتس دي، بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو شرحناه في ربع ساعة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.